نار، وعمار وعلي قتالهم لا مو على جنة ونار، مو على جنة ونار، كلا الفئتين مسلمون أو كلتا الفئتين مسلمون. فتقتله الفئة الباغية هذه كذبة، ويدعوهم إلى الجنة. لو كان المقصود بيدعوهم إلى الجنة يدعونه إلى النار البغاة لما كان هناك من ذكر الجنة والنار، لأن القتال بينهما ليس على جنة ونار، ليس على إيمان وكفر، إنما صراع وخلاف وقتال على حدث كبير. نقدر نوصف القتال نسميه سياسي. جمال الدين المزي المتوفى سنة 742 قال في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف 427 حديث ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار إلى آخر الحديث قال وليس فيه تقتل عمارا الفئة الباغية. شمس الدين الذهبي المتوفى سنة 748 في تاريخ الإسلام 2 صفحة 9 قال عن حديث ويح عمار تقتله الفئة الباغية أخرجه البخاري دون قوله تقتله الفئة الباغية. التاسع ابن كثير المتوفى سنة 774 في البداية والنهاية 364 قال روى هذا الحديث الإمام البخاري إلا أنه لم يذكر قوله تقتلك الفئة الباغية. العاشر الحافظ ابن حجر نفسه اللي هو يقول بصحة كل ما في البخاري يقول أن البخاري لم يذكرها أصلا، نقل عن الحميدي في الجمع بين الصحيحين وقال يعني هذا قول الحميدي أن البخاري لم يذكرها أصلا، وكذا قال أبو مسعود قال الحميدي، إلى أن قال ابن حجر ويظهر لي أن البخاري حذفها عمدا وذلك لنكتة خفية. حذفها عمدا يعني في فتح الباري، وهي أن أبا سعيد الخدري اعترف أنه لم يسمع هذه الزيادة من النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها في هذه الرواية مدرجة، والرواية التي بين ذلك ليست على شرط البخاري. ويقول الدكتور محمد طاهر البرزنجي وهو حي يرزق موجود في قطر الآن في بحثه حقيقة معاوية رضي الله عنه قال فاستيقنت، هذا بعد البحث بنهاية الخلاصة، قال فاستيقنت أن النص المطبوع بين أيدينا من صحيح البخاري والتي هي النسخة اليونينية كتبت نهاية القرن السابع الهجري المروية من طريق واحد عن البخاري وأعني الفربري قد وهم فيها بعض الرواة في هذه اللفظة وغيرهم إخواني. هذا قلته في محاضرة على اليوتيوب قبل 5 سنوات تقريبا، قبل 5 سنوات فقامت الدنيا ولم تقعد من ناس يعرفوني وبيني وبينهم صلة ورقم تليفوني موجود عندهم، وقطعوا الاتصال وظلوا يعني يشوهون وأنه أنا أطعن في البخاري وأني أنا مو دارس علم وأنا ما دارس حديث، يجيبون ويتكلمون. يعني حتى أنني قلت في تحقيق قلت هذه يعني غايتها أن تكون مصحفة، قلت إن صحت هي لا تصح، وهكذا قلت موجود صورة وصوت، قلت إن صحت فهي عثمان تقتله الفئة الباغية، لأن عثمان هو الذي قتلته الفئة الباغية. أنا جاي أجيب أدلة يعني مو جاي أتكلم هكذا هوى وميلا، وأنا يعني أنا إن كذبت على الله تعالى، لأن هذا كذب على الله، ده واحد يغير يعني على هواه، يعني ماذا ينفعني معاوية يوم القيامة؟ وماذا ينفعني علي يوم القيامة؟ إن كذبت على علي يعني كيف يعني؟ شنو علاقتي بالموضوع؟ أنا دا أتكلم بعلم، دا أتكلم بحيثيات الحدث، وأتكلم بالنقل عن العلماء. هذه بعض ما وجدته عند العلماء، علماء معاصرين وعلماء أقدمين. هؤلاء الذين يترصدون يا أخواني احذروا منهم، انصحوهم. أول مرة قلهم اتقوا الله. يقول من تركك على زلة فاعلم أنه كان ينتظرها.
من تركك على زلة، هاي حكمة للناس الحكماء الغابرين. يقول من تركك على زلة فاعلم أنه كان ينتظرها. طيب هذا المقطع اللي عملته عن التصحيف، يقولون يعني ينقلونها عني وهي مسجلة وموجودة، ينقلونها عني على أنني أجزم أقول لا هذه ليست عمار تقتله الفئة الباغية إنما عثمان، وأنا ما جزمت، وسأنشرها مع هذه المحاضرة. أنا قلت إن صحت فهي عثمان وليس عمار، لأن عثمان ذاك الزمان هذه يعني ماكو تنقيط، يعني لما نقلت في الزمن المبكر كان التنقيط غير منتشر، فعثمان وعمار نفس الكتابة، النون ما تكتب مثل الآن مثل الراء، لا متشابه النون والراء، وجبت خطوط قديمة. أنا أتكلم بعلم، أنا رجل علم، مو رجل هكذا ألقي الكلام على عواهنه. أنا أتكلم بحضرة الله تعالى قبل أن أتكلم بحضرة أحد آخر. فاحذروا أخواني هؤلاء الذين يطيلون ألسنتهم وعن علم، وإن لم يكونوا عن علم فلماذا يتكلمون عن جهل؟ إن تكلم عن علم فهذا شر أكبر، وإن كانوا تكلموا بجهل فربما الذنب أكبر من ذلك. أيها الإخوة والأخوات، وقعت يدي على مخطوطتين لصحيح البخاري. واحدة أرسلها صديق لي طبيب مقيم في بريطانيا، أرسلها إلي من يعني المخطوطة من المكتبة، مكتبة دار الشامي في اسطنبول، لصاحبها مولود جيلان. من هذه المكتبة صورها وأرسل إلي موضع الشاهد، وسنأتي إليه بالصوت والصورة. هو أرسلها إلي بصوته، وتقرؤون المخطوطة، أنتم تقرؤونها بالصوت والصورة، تسمعونها بالصوت وتقرؤونها بالصورة. ومخطوطة أخرى أرسلتها إلي إحدى الأخوات من المملكة العربية السعودية، من محفوظات مكتبة راشيد أفندي بتركيا. والمخطوط هذا عبارة عن صحيحي البخاري ومسلم، يعني هي مخطوطة للصحيحين. نسخها الناسخ محمد بن سكر الشافعي، طبعا تاريخ النسخ 739 هجرية. فرغ من صحيح البخاري سنة 739، وبعد سنتين فرغ، يعني هذا المكتوب على المخطوط، فرغ من نسخ صحيح مسلم سنة 741 للهجرة طبعا، وهي نسخة سلطانية هكذا مكتوب، كتبت بأمر سلطان الدولة الرسولية في اليمن العباس بن علي الغساني اليمني، وقد قرأها السلطان على العلامة المحدث جمال الدين الحثيثي اليمني الشافعي المتوفى سنة 791. ونبدأ بهذه النسخة. تابعوا معي صورة المكتوب في هذه المخطوطة في باب التعاون في بناء المسجد. باب التعاون في بناء المسجد. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز، إلى أن يقول عن عكرمة عن أبي سعيد أي الخدري، يعني الرواية عن عكرمة عن أبي سعيد الخدري، حتى أتى على ذكر بناء المسجد. قال كنا نحمل لبنة وعمار
لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول ويح عمار، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. لا يوجد تقتله الفئة الباغية. فإما يعني طبعا للأسف هناك شائعة منتشرة أن كل ما في البخاري ومسلم صحيح، ولهذا هم عقولهم يعني ذولا اللي يتكلمون بجهل، لأن عقولهم لا تحتمل. الجاهل يعتبر الكلمة الأولى اللي ألقيت إليه هي الأصل وهي الحقيقة، ومهما جاءته من معلومات أخرى يصدها، يقلد لا يعمل عقله. فهنا عندنا مخطوطة أو مخطوطتان، هاي واحدة من مخطوطة أو مخطوطات ما فيها تقتله الفئة الباغية، عمار تقتله الفئة الباغية، أو أكو مطبوعات وكذلك مخطوطات موجود فيها. فأي النسختين صحيح أو صحيحة؟ أي النسختين صحيحة؟ كيف نعامل منتوجا بشريا معاملة كتاب الله؟ يعني كيف؟ يعني شلون؟ يعني احنا لما نقول هذا دس على البخاري، أقحم على البخاري، نحن ما قلنا أقحم على القرآن، احنا قلنا على صحيح البخاري. يعني ايش يضير البخاري إذا 100 حديث أو 200 حديث ضعيفة به؟ وين المشكلة بالموضوع؟ منتوج بشري، هذا لا ينال من البخاري. شو يقولون؟ فلان يطعن في البخاري. أطعن في البخاري؟ يعني إذا قلت أخطأ البخاري يعني هذا طعن؟ إلا إذا كان البخاري نبيا. للأسف أن كثيرا من العقول تعامل العلماء مو بس البخاري كأنهم أنبياء. يا أخوان هذا لا يجوز، خصوصا أن الله لم يتعهد بحفظ كتاب غير كتابه القرآن. ما عندنا كتاب آخر محفوظ من الجلد إلى الجلد، من السطر الأول إلى السطر الأخير، من الكلمة الأولى إلى الكلمة الأخيرة، لا يوجد. ما عندنا كتاب محفوظ من الحمد لله إلى الناس، لا يوجد. القرآن له خصوصية، الله تعهد بحفظه. فإذا اعتقدنا أن كتابا آخر مع القرآن محفوظ بطلت معجزة القرآن. معناها هذه قضية يستطيعها البشر، القضية ما خاصة برب العالمين. شوية واحد يصحى، ترى هذا كلام خطير لما أنتم تعتقدون. احنا مشكلتنا مو البخاري، ما عندنا مشكلة مع البخاري، مشكلتنا مع الثقافة الشيعية اللي نخرت الثقافة السنية ومهدت للانتشار، انتشار التشيع الثقافي، انتشار التشيع السياسي، وبعدين يتحول إلى تشيع عقائدي. نحن ندافع عن أهلنا ومجتمعنا، انتوا وين وإحنا وين؟ السنة إذا بقوا على هذا الوضع سيذوبون وينتهون. احنا محروقة قلوبنا على أهلنا السنة. هاي العيشة اللي عايشينها السنة عيشة يعني يعيشونها الناس أوادم، يعني موفرة لهم الأمان وموفر لهم الرزق. لا، السنة مطاردون في المنطقة هذه. 4 دول على الأقل هم مطاردون فيها، وإلى اللحظة اللي أنا أتكلم فيها، إلى هذه اللحظة نحن نتكلم بكارثة ومصيبة، وجاي نغوص في جذور الكارثة، نغوص فيه. اتقوا الله يا أخوة، اتقوا الله، توبوا فإني مسامحكم. أنا ما عندي حقد عليكم، توبوا فإني مسامحكم، ما عندي مشكلة وياكم. أنتوا عندكم مشكلة، حتى مو وياي، أنتوا عندكم مشكلة ويا أنفسكم. والدليل على هذا أنه أنتوا رايحين تنبشون وين ما قايل فد كلمة فد مخطئ يعني تحتمل أنها خاطئة تجون. إذن هي قضية حقد، يعني قضية ما أعرف، يعني قضية نفسية. أصلحوا أنفسكم. أما أخواني المخطوطة اللي ذكرتها أولا اللي هي مخطوطة مكتبة دار الشامي في إسطنبول اللي أرسلها الصديق
صديق عراقي يقيم في بريطانيا، فهذه ستشاهدونها بالصوت والصورة. بالصوت تسمعون صديقي ويتكلم عن المخطوطة، وهو في مكتبة دار الشامي في إسطنبول، والصورة راح تشوفون إيش مكتوب. والسلام عليكم. السلام عليكم. هذا هو الحديث، حبيت أشوفك إياه. وعمار لبنتين فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فنفض التراب عنه ويقول: ويح عمار، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. نعم.